شيرين رضا تعتذر للطفل الباكي بعد إعلان مأساته. مش كل الناس مؤهلة تخلف. مش كل الناس مؤهلة تخلف خالص. السؤال بقى بيقول إيه؟ أثرتي الجدل عن الخلفة وقالوا إنك بتحرمي كل ست من الخلفة. ليه بقى مسكتهم ربطتهم؟ ايه اللي بحلم؟ يعني بتحرميهم من سنة الحياة لما بتقولي لا. مش كل الناس مؤهلة تخلف. طبعا يعني مش كل الناس ممكن تتجوز. واللي بيرموا اطفالهم دول مؤهلين ان هم يخلفوا؟ دول يستاهلوا ان هم يبقى عندهم طفل بيعيط في الشارع؟ الحقيقي لا مش كل الناس مؤهله ان هي تخلف. وعلى فكره هتلاقي 70% من الناس مش مؤهله ان هي تخلف. 70%؟ بين الستات والرجاله هتلاقي طبعا. بس ان انا ما هو مستغربه الخلفه دي ايه شيرين؟ بس الخلفه دي اصلا يعني عند كل ست، يعني دي فطره. ماشي، انت هتعملي الفطره بس عشان هي فطره؟ لا ولا عشان يعني انت عاوزه واحده بتحلم تبقى ام؟ طب واللي رمت ابنها لا دي مريضه نفسيه. طيب ما في اجزاء كم بس واحده؟ 70% دي نسبه كبيره قوي، ما نقللهاش شويه. بين الرجاله والستات هتلاقي 70% غير مؤهلين ان هم يخلفوا. ما عاوزين يخلفوا، هي بتخلف عشان تربط الراجل جنبها، وهو بيخلف عشان ولد يشيل الراجل بيتربط باطفال؟ انا بقول لا، بس هي الستات بتفكر بالطريقه دي. هم بيفكروا بالطريقه، بيربطوا الراجل بالاطفال، وكل عيل بيجي برزقه. مش ده الكلام المتخلف اللي احنا بنقوله؟ دي حقيقه. مش احنا كبرنا على الكلام ده؟ والراجل بيخلف ايه؟ عاوز ولد عشان يشيل اسمه. اسمك مين يا حبيبي؟ انت لما هتموت تاني يوم الدنيا هتمشي، محدش هيفتكر اسمك ولا شكلك ولا سنك. عندنا أزمة وعي شوية. عندنا أزمة وعي. الناس في كلام احنا كبرنا عليه متخلف بيجيبنا لورا. عمالين نخلف في عيال، عمالين بنزيد، مش شايفين تنمية، مش شايفين أي حاجة بتوصل عشان العدد. في أفكار لازم تتنسف من حياتنا. كل عيل بيجي برزقه، ده أفكار لازم تتنسف تماما. مش حاجة اسمها كل عيل بيجي برزقه. رزق ايه؟ انا لو ما اشتغلتش النهارده رزق هيجيلي منين؟ وبعدين ايه؟ انا طالبه من بيبي مولود ان هو يجيب لي رزق؟ ازاي؟